هلو كبيدة اليوم جيتكم بوصفة على قول الشيف غانو سهلة ماهلة. كيما راكم تشوفوا هنا أول شي نحتاج في لاغوسيت، نحتاج هاد لومول وعندي هنا شوكولا مذابة، استعملت شوكولا نوار. كيما راكم تشوفوا أول شي راح نديرو حبوباتي، راح ندير الطبقة الأولى من الشوكولا كيما راكم تشوفوا هنايا. بالنسبة للشوكولا حبيبتي ما تضيفي لها حتى إضافة إذا باسكو سخانة يعني تلقاها تساعدك تو سامبلومون. إذا كان شوي بارد الحال نضيف لها يعني شوية زيت فقط، بما انه يعني لا غوصات درتها في سخانة يعني ما زدت لها حتى حاجة. كيما راكم تشوفوا هنا درت كطبقة الاولى هذيك شوكولا، من بعد حبيت واش راح نزيد ندير، نحطها في الكونجيلاتور ونعاود ندير لها طبقة دوزيام، واذا شفتيها تحتاج طبقة تروازيام ديرها طبقة تروازيام فقط، ما تخليش هذوك الطبقات دايرين بزاف القاعدة تاعهم خشينة. يعني حاولي الطبقات تاعك يكونوا يعني ملاح برك كيما راكم تشوفوا هنا، وسيي تغطي كامل لي فيد باسكو هاد الشوكولا من بعد كي تديموليها تولي تتشقلك. يعني هنا حاولي ديري الطبقة شوي تاعك تكون شادة راحة. من بعد نكمل الطبقات هنا راح نجيب هالكرانشي بلوغو كراميل راح نديرو كطبقة ثانية فوق هذيك الشوكولا. كيما راكم تشوفوا هنا البنات انا درت كيله صغيره، انت حبيتي ديري كيله كبيره ضعفي المقادير. بالنسبه للحشو واش درت عندي هاد الكوفريت سيجار، يعني انا ما حبيتش نستعمل كوفريت عادي، حبيت نستعمل هاد لي سيجار يجيو خفاف. يعني انا حبيت الشوكولا تاعي يجي بهاد المكونات. انت حبيتي تقدري ديري اضافات من عندك، يعني دائما ما تتقيديش بالمكونات اللي نعطيهم لك انا. يعني اذا جاتك فكره ضيفيها. هذاك السيجار تاعك حاولي ما تفتيش بزاف، يعني غير جست وتضيفي له هذاك الكرانشي وديريه كطبقه فوق هذيك الكرانشي اللي حطيتيه ديجا وحده. يعني هنا تحاولي تضغطي بيان بالاستعانه بملعقه صغيره هكا باسكو اللومول جاي رقيق، يعني لازم ديري بملعقه اللي تكون صغيره. هنا تحاولي ترصيه بيان، والا من بعد كي تعودي راح تديموليه راح يتفتت لك، يعني يكون تخلي هذوك الفراغات الحبه تاعك راح تتشقق وما تخرجلكش بيان. فيني هو هذا المول صعيب شوي من بعد كي تعودي تنزعي فيه. هنا حبيبتي فقط يعني سيسي الحبة فقط وتكوني تعرفي كيفاش يعني تنحيها بإحكام باش ما تفسديش الحبيبات تاعك. هنا نغطيها نغلف هذيك الشوكولا تاعي بشوكولا نواغ اللي ديجا كنت ذوبتها من قبل. يعني هذه الشوكولا رويال تاعنا نهار اليوم. شوفوا كيف ما جات هنا بعد ما ديموليتها راح ندير لها هذه الملصقات. انتي حبيبتي هنا التزيين ديما يقعد اختياري، زينيها باي حاجه توفر عندك. يعني الكاطو تاع اليوم خفيف ظريف كما راكم تشوفوا. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. هذه وصفتنا لنهار اليوم. اذا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي ارائكم في التعليقات، وما تنساوش تدعموني بجام وكومنتير شباب كيما نتوما. وصلنا لنهايه الفيديو، ما لي غير نقول لكم اتهلا في رواحتكم. نلتقي في فيديو مقبل مع وصفه جديده